بارك لكم أيها الأحبة الذكرى السنوية لعيد الغدير، هذا العيد، هذا اليوم المبارك، وهذا العيد الذي نحتفل به لا بعنوان عيد شرعي يحرم فيه الصيام وتجب فيه أو تستحب فيه صلاة العيد، ولكن هو عيد بمعناه اللغوي الذي يعني اليوم الذي يعود فيه الفرح وتعود فيه المسرة ويعود فيه الخير وتعود فيه البركة. وبمناسبة هذا اليوم حديثنا في الخطبة الأولى حول العلاقة بين توحيد الله سبحانه وتعالى وبين الإمامة، ويمكن أن نتصور هذا الارتباط وهذه العلاقة بينهما في بعدين. البعد الأول البعد العمودي النازل، والبعد الثاني هو البعد الأفقي الممتد. سنتحدث عن البعد الأول إن شاء الله تعالى في الخطبة الأولى، ونرجع الحديث عن النقطة الثانية إلى الأسبوع القادم بإذنه تعالى. بالنسبة إلى البعد الأول العمودي النازل، نقصد به أن الإمامة تأخذ شرعيتها من عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي هذه الشرعية لهذا المقام. الأمر ليس بيد الناس ولا بيد أحد من الناس، بل هو بيد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. المسألة أنه هناك أمر من عند الله سبحانه وتعالى في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية يقول ابن كثير صاحب التفسير المعروف، يقول هكذا حول هذه الآية: والصحيح أن هذه الآية مدنية. يقول حصل خلاف هل هي مكية مدنية، والصحيح أن هذه الآية مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بها، من أواخر ما نزل بالمدينة المنورة. فماذا بقي لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغه وهو في آخر ما نزل من القرآن على رسول الله، بعد أن بلغ وصدع بالرسالة طوال قرابة 23 سنة في وسط المشركين، مع كل التحديات التي واجهها في مكة المكرمة، لم يتنازل وبلغ كل ما نزل عليه، ولم يداهن وبلغ كل القرآن وكل الأحكام. ثم واجه التحديات في المدينة، واجه تحديات المشركين بأحزابهم، وواجه تحديات اليهود والمنافقين والروم والفرس والجاهليين، ومع هذا صدع بكل الرسالة. فماذا بقي في آخر حياته صلى الله عليه وآله حتى تأتي الآية وتقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ كل شيء. نعم، بقي شيء واحد يمثل الامتداد السماوي لمسألة النبوة، وهي مسألة الإمامة لعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة هي مسألة إلهية. هنا نقول الارتباط: ما أنزل إليك من ربك. القرآن صريح وواضح أن هذا من شؤونات الربوبية، من شؤونات الحاكمية الإلهية، وليس من شؤونات الناس أن يحددوا من هو الذي سيكون في هذا المقام، ومن الذي سيقود الأمة، ومن الذي سيحفظ الدين، قيادة تشريعية وقيادة سياسية. من الذي سينهض بهذا؟ ما أنزل إليك من ربك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدده. هناك نص في السيرة النبوية لابن هشام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على ذكره،
أتى قبيلة بني عامر بن صعصع. هذه القبيلة من أكثر القبائل عددا في النفوس، مسكنها كان في جنوب نجد على حدود الحجاز الشمالية، وهؤلاء كان لهم من القوة الميدانية بالفرسان الشيء الكبير جدا، ومنهم رجالات معروفين وشخصيات عديدة، منهم على سبيل المثال قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى، هو واحد من هذه القبيلة مثلا. فهؤلاء بامتدادهم وقوتهم جاء إليهم النبي وعرض عليهم الإسلام. أحدهم واسمه بيحر بن فراس فكر مع نفسه وقال لأصحابه: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش، لمن شاف منطق النبي صلى الله عليه وسلم، شخصية النبي وما احتوته هذه الدعوة، لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. هذا متى؟ هذا في مكة المكرمة قبل الهجرة. لأكلت به العرب، يعني لامتد سلطاني بين العرب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، يعني انتصرنا، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ راح القيادة تكون لنا؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. هنا هذا الشخص بيحرة يقول للنبي: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. وولوا. لاحظ النبي جوابه شلون كان: الأمر بيد الله، الله يضع هذا الأمر حيث يشاء. ولذا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يؤكد على هذه الحقيقة مرة أخرى في حديث طويل يرويه الكليني رحمة الله عليه في الأصول من الكافي في الجزء الأول. فكان فيما قال عليه السلام: إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. أبعد من ذلك، أرفع من ذلك شأنا. ثم قال عليه السلام: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، يعني بعد هذا الأمر أن يكون في متناول يد الناس. إذن خلاصة الأمر أن مسألة الإمامة تكسب شرعيتها من خلال الأمر الإلهي، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم وأكدت عليه سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو الأمر النازل من عند الله سبحانه وتعالى، فيمثل شأنا من شؤونات الربوبية والحاكمية الإلهية. هذا هو البعد الأول في العلاقة بين التوحيد وبين الإمامة. وتكملة الحديث إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى حول البعد الثاني، وهو الأفقي الممتد في العلاقة ما بين التوحيد وبين الإمامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.